السلام عليكم خوتي المغاربه. يوم جديد، موضوع جديد للنقاش. وفي هذا الفيديو هذا غادي نحاولوا ما امكن اننا غادي نعطيو الخلاصه ديال 3 سنوات مما حدث بعد التدخل الاخير او السابق في معبر الكركارات. غادي نشوفوا فيديوهات وغادي نزيدوا احداث مع احداث باش نبرهنوا للجزائريين عامه ان النظام ديالهم هو الطرف الحقيقي في هذا النزاع المفتعل، اللي فعلا هما اللي يفتعلوا هذا النزاع هذا من أجل إطالة أمده وإطالة أمد معاناة المحتجزين في تندوف. وغادي نمشيو شوية بشوية وغادي نشوفوا فيديوهات، ومن خلالهم غادي نبرهنوا لكم الحقيقة كاملة على لسان نظامكم الجزائري. الجزائر قوة ضاربة، العالم كله معترف بالجزائر. بعد طرد مرتزقة البوليزاريو من معبر الكركارات، كانت هذيك هي البداية ديال الشرارة ديال أن النظام الجزائري غادي يخرج من المنطقة الرمادية ديالو. وكذلك الاعتراف الأمريكي اللي جاء أشهرا قليلة بعد ذلك. وهنا بدينا كنشوفوا تحركات ديال النظام الجزائري، بدينا كنشوفوا الأحداث تلو الأحداث والتصريحات تلو التصريحات. مهمة شريفة الدفاع عن الحدود نتاعنا ضد الإرهاب، ضد المهربين، وضد حتى عدو كلاسيكي، لأن الجزائر هي أقوى دولة في المنطقة. ومن بعد هذا الشيء المغرب قرر أنه يتحمل المسؤولية ديالو في المنطقة العازلة، نظيرة البيانات اللي كانوا كيصدروها المجموعة الإرهابية البوليزاريو، ولا أي واحد كيدخل المنطقة العازلة إلا هو كيتعرض للقصف. واللي كان من ضحايا هذا القصف هذا هو إبراهيم غالي بن بطوش، اللي كنا عرفنا الحدث اللي وقع، اللي تم يعني نقله إلى مستشفى سان بيدرو بإسبانيا خفية، ولكن المخابرات المغربية كانت بالمرصاد. وكانت هذه الحادثة هي اللي غادي تخلي المغرب أنه غادي يشد في إسبانيا مزيان ويقطع معها العلاقات، لدرجة أنها غتخضع وغادي تجي غادي تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء المغربية، اللي زاد خلى النظام الجزائري كيسعر أكثر وأكثر، لدرجة أنه غادي يقطع العلاقات مع المغرب. قررت الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية ابتداء من اليوم. وهنا الجزائر غادي تقرر أنها غتبقى تجمع الحشد ديالها والتحالفات ديالها ضد المصالح المغربية، ولكنها لم تحصد إلا الخيبات، خاصة بعد ما علقت اتفاقية التعاون والصداقة مع إسبانيا وتراجعت عليها في ظرفية زمنية قياسية. والدليل هو أنها كانت سقطت واحد الطائرة جزائرية خفية في اليوم اللي كان غادي ينتقل فيه الرئيس الإسباني سانشيز إلى المغرب من أجل الاجتماع الرفيع المستوى. من بعد هذا الشيء جاء الخطاب الملكي المشهور أن الصحراء هي تلك النظارة التي يرى بها المغرب علاقته مع الدول، سواء الشركاء القدامى أو الجدد. وهنا المغرب دفع الدول القديمة والحلفاء القدامى وخاصة فرنسا أنها تخرج من المنطقة الرمادية ديالها، ولكن ارتكبت خطأ فادحا ومشات أنها بغات تلعب معنا سياسة اللعب على الحبلين مع النظام الجزائري، نظام أكلخ. ويتبدا ديك المسرحية انطلاقا من تصريح ديال عبد المجيد تبون: فرنسا تربطنا بها مشاكل. فرنسا استعمرتنا 130 سنة 132 سنة 132 سنة، فيه جرائم بشعة ندارت في هذه البلاد، واش نمحيها أنا بكلمة حلوة؟ وغادي نشوفوا النتائج ديال هذه التصريحات والخرجات التي لا تزيد هذا النظام إلا احتقارا وإذلالا. بعد ما اكتشف هذا النظام أن المغرب أصبح عصيا على الدول الأوروبية، حاول هذا النظام أنه يرجع إلى الماضي وأحضان الاتحاد السوفيتي، اللي كنا شفناه هذاك اللقاء الثنائي مع الرئيس بوتين. وهنا كنكتشفوا بأن الجزائر فعلا قوة ضاربة في المنطقة. احنا اولا صيانة او صون استقلالنا يأتي بمساعدة قوية من
روسيا الفيدرالية صديقة في تسليحنا وفي الدفاع عن حريتنا في ظروف إقليمية صعبة. الجزائر قوة ضاربة، العالم كله معترف بالجزائر إلا بعض الجزائريين. فعلا الجزائر قوة ضاربة في المنطقة، والعالم كله كيستعرف بها إلا بعض الجزائريين. وغادي نمشيو مع السي الرئيس الجزائري والزيارة الأخيرة ديالو إلى الصين، وغادي نشوفو شنو قال ليه الرئيس ديال الصين. 累计诊治患者2700多万人次，接生了207万多的新生儿。 لما تفتحوا 8000 بيت دعاء غير في العاصمة واستمعوني واش راني نقول لكم. بكري كنا نصيبوا أطفال في المزابل يشبهونا احنا الجزائريين، طفل ديزار جيريان. الآن راني نصيب أطفال في المزابل عينوا هكذاك عيون تاع الصينيين وأجناس أخرى. كما شفتوا في التصريح ديال الرئيس الصيني، أنا ما نقدرش نقول لأن الترجمة كاينة باللغة العربية وشهد شاهد من أهلها. حنا اللي بغينا نوصلوا هو أنه هذا الفيديو اللي درتو ما جبتش شي حاجة ديالنا حنا، تصريح ديال شي مسؤول ديالنا مغربي أو لا شي بيان ديالنا ديال المغرب. هاد الشي كاملو عبارة عن تصريحات ديال رئيس الجزائر شنقريحة، يعني هادشي ديال الجزائر ما تدخل فيه حتى شي مسؤول مغربي نهائيا. الشي اللي كيعطينا انطباع ودليل حقيقي على أن فعلا الجزائر هي الطرف الحقيقي في هذا النزاع، وهي اللي كتمول البوليزاريو هذا الشيء كلشي من أجل تقسيم دولة جارة مسلمة بحالك بحالها. كنعتقد بأنه الفيديو سالة، ولكن غادي نساليه بأحسن ضحكة في التاريخ. السلام عليكم، الله يعاونكم.